ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اتبعتت لي رساله، وما دام في رساله اتبعتت لي هعمل عليها فيديو تعرف ان احنا نخلي بالنا وانها مهمه جدا. ثانيه واحده. اخبارك إيه يا كوتش؟ انا عندي مشكله. انا خاطب من 8 شهور، ومن ساعه ما خطبت خطيبتي بدأت تقول كلام غريب، زي الاقيها فجأة بتحبني وبعد كده الاقيها مش طايقة تشوف وشي، وتقول لي احنا عايزين نسيب بعض، وترجع تقول لي لا احنا مع بعض وانا بحبك. وكل شويه لما اجي اقول لها بتعملي ليه كده تقول لي اصل هرمونات بقى، وانت عارف هرمونات البنات. الموضوع اتكرر اكتر من بره لدرجه انها كنا قاعدين في مكان عام مع ناس، راحت مزعقالي وسابت القعده ومشيت. وقررت وفكرت اسيبها اكتر من مره، بس هي في كل مره تقول لي معلش دي هرمونات وانت ما تسيبنيش وما تبيعنيش. بس انا مش قادر استحمل ومش قادر اقبل ده على كرامتي. اعمل ايه؟ بص يا حبيب قلبي، نركز بس مع بعض في الموضوع ده. لخبطة الهرمونات عند البنات تعمل لها صداع، وجع في البطن، تصحى من النوم مقريفة. انما بحبك، لا انا ما بحبكش، تعلي صوتها عليك، تعاملك معاملة وحشة، وتقول لك اصل هرمونات. لا دي مش هرمونات، دي مرقعة. ده مش دلع بقى، لا دي مرقعة. ليه؟ لان لخبطة الهرمونات اخرها تلعب في المود كده، تحس انها مقريفة زهقانة، والكلام ده مثلا ممكن يبقى اسبوع في الشهر. انما اللي تهينك وتقول لك اصل انا الهرمونات معنى كده اصل انا بحبك، لا انا ما بحبكش، لا احنا نبعد عن بعض، لا احنا نسيب بعض، لا احنا نرجع لبعض. لا، الستات يا حبيبي بيبقوا مستشارين وبيبقوا محامين ودكاتره. ده على كده بقى لو هي في اوضه العمليات ودكتوره تقول لك لا اصل انا هرموناتي مش هعمل العمليه. دي مرقعه يا حبيبي، ما تسمعش الكلام ده. ما تشوف يا عم امك في البيت عامله ازاي، بتعامل ابوك ازاي، بتقول له اصل هرموناتي. ما هي بتربي وبتشتغل وبتاكل وبتشرب وبتعمل كل حاجه وبتاكل، وبيبقى شايله مسؤوليه عيال ومسؤوليه بيت واداره بيت. وفي ستات بتشتغل وبتصرف على عيالها وفي نفس الوقت بتربيهم. ولا دول نازلين من كوكب تاني؟ انت تعمل ايه بقى؟ انت تقعد معاها سكه ودغري. انا الكلام ده ما ينفعنيش. عاجبك نكمل على كده، عاجبك مش عاجبك في 1000 واحد. مفيش حاجه اسمها كده. وايه تزعق لك دي في مكان؟ انا مش فاهم ايه تزعق لك دي، انا مش فاهم. صوتها عالي، ممكن يكون صوتها عالي غصب عنها، تنبهها تقول لها خلي بالك صوتك عالي. تكرر الموضوع ده لازم فورا، لانها لو بتزعلك عمرها ما هتحترمك، عمرها ما هتحترمك. دي رساله الشاب. طب البنت بقى احب اوجه لها رساله، اقول لها ايه؟ اقول لها اتقي الله في الشاب اللي هيطلع ميتين اهله لما يجي يتجوزك، اللي هيشيل مسؤوليه بيت، اللي هيشتغل وهيطفح الكوته في زمن الناس ما بقتش لاقيه تجيب فرخه. اتقي الله، اتقي الله في الراجل، اتقي الله في اللي هتتجوزيه. هو ايه يا جدعان؟ في ايه؟ هو السوشيال ميديا والفيسبوك والبوستات الكوميك والحاجات دي خلاص هتخرب علينا؟ هتخلي الرجاله يمشوا دلاديل؟ انا بحبك، لا انا ما بحبكش، لا انا عايزاك، لا انا مش عايزاك، لا احنا نبعد، لا احنا في ايه؟ الست كامله الاهليه بتبقى دكتوره وبتبقى مستشاره وبتبقى عالمه وبتطلع الفضاء وبتربي عيال احسن تربيه. مفيش الكلام ده. انذرها، ولو فضلت في اللي هي فيه والمرقعه اللي هي فيها سيبها فورا. انت لسه على البر، وربنا يكرمك بست كده زي اختك وامك. كلام خلص. السلام عليكم.